إذن السلام عليكم، تحية طيبة جديدة، متجددة. السفلى السفلى للجميع. إذن رأيتم الحالة وكل الشعوب العالم يعني المتأزمة والمزرية والغير إنسانية التي وصلت إليها ما سمته فرنسا بالجزائر. طبعا هو يعني هذه الحالة ليست وليدة الصدفة، وإنما لها يعني ظروف وأسباب، وغالبا العسكر والإعلام يعني لا يحلب ولا يفطن القهوي، ويعني يعطيه مشاكل ويعطيه أزمات أكثر مما يعطيه علم ويعطيه حقه من عمل وسكن وكرامة ووعي. فهي بداية هم يعني القهويين تعرضوا، هو أصلا شعب عنصري. القهوي شعب عنصري، تجد مثلا بين فقط مدينة وقرية عنصرية، يعني مثلا بين قريتين تجد عنصرية، بين إنسانين تجد كراهية، بين عائلتين تجد كل شيء. فهو القهوي يعني كان أولا ضد مع الاستعمار العثماني، والاستعمار العثماني يعني كان أرحم به من الاستعمار الفرنسي. نعم، كان أرحم به من الاستعمار الفرنسي. فالعثمانيين رغم أنهم لم يبنوا له شيئا ويعني ولم يعلموه، لكنهم يعني نقول أقل شيء يعني لم يفعلوا به ما فعله فرنسا أو ما فعلته فرنسا والكابرانات. ولو أن حتى العثمانيين كانوا يعني يغتصبونه في القرى والمداشر ويظلمونه، لكن آنذاك كانت للدولة الزيانية شيء من القوة لتدافع عن هؤلاء الغاشي يعني. ولكن بعد تسليم يعني ودخول الفرنسيس يعني أصبح الغاشي القهوي ليس مستعمر من قبل فرنسا، ولكن مستعمر نفسه بنفسه. ولا زلنا نعيش منذ 1830 هذا الاستعمار، يعني الجهل، يعني القهوي يأكل في بعضه بعض. ويعني أثناء يعني الأحزاب وظهور حركات الحريات ومن عارف والتحرر، فكثير من البلطجية أثناء ما سمي بالثورة استعملوا نفس المنهج، منهج قراصنة العثمانيين ومنهج فرنسا ومنهج القهويين. فكانوا يعني يهجمون على القرى. يعني هذه الثورة كانت فقط في بعض المدن، يعني ضد بعض يعني الثكنات العسكرية. ففي القرى وكذا كانت هناك اغتصابات وهجومات على المنازل، يعني كحال فكر الأموي بقي، يعني حال فكر قرمطي أو عروبي للنهب والسبي. فلهذا لا تجدهم لا أمازيغ ولا عرب ولا عثمانيين ولا جزائريين ولا أي شيء، تجدهم هكذا والسلام. يعني ما لا نعرف، لازلنا نحلل. يعني يجب أن ندرس القهوي ونعطيه تاريخه بالتفصيل، ولكي يصبح إنسان يعني على الأقل نستطيع العيش معه ويعطي نظرة إنسانية عن نفسه. فبعد ذلك ظهرت حركات التحرر، ويعني وضعوا له يعني كيسموه هذاك الكالوغلي تاع تلمسان مثال الحاج، يعني وضعوا له علم
العلم اللي خيطاته ورسماته يعني زوجة مصالي الحاج، وهي بالمناسبة فرنسية من أصل يهودي يعني صهيونية، وكان يعني زنا بيها وجاب منها طفلين. نعم، جاب منها طفلين. يعني مصممة هذا العلم نتاع القهويين هي إيميلي بينات، وهي زوجة الكالوغلي مصالي الحاج، اللي جاب منها طفلين غير شرعيين، وكان رسم العلم بأوامر من القيادة الفرنسية. يعني ما يحدث تواصل وإبان العشرية السوداء. يعني هذا النظام يحب الفوضى والخليط والاشتراكية، وأن لا يثبت القهوي على أصل ولا فصل ولا هوية، فوضع له الإسلاميين وتركهم يفوزون ووصلوا إلى السلطة، ثم قلب عليهم، ثم أطلق يعني بلطجيته وشعبه البردوع، فبدأوا ينكحون ويزنون ويغتصبون ويلوطون في القرى والجبال. وحكاية بائسة وسوداء وصلتنا لهذا الكائن القهوي البردوع لا إنساني، الذي يصعب أن يبني يعني زوج حجرات فوق بعض. فالقهوي مسكين مهتوك الوعي، ولا زالوا يتلاعبون به، يحتكرون أمواله. فيعني كارثة كارثة كارثة. وأنتم ترون يعني دولة غنية وشعب بردوع وحكومة عميلة، فمن الصعب جدا أن وكذلك من يعني ساهم في القضاء على روح هذا الإنسان هو المدعو بخروبة، أين يعني وضعه له منهج عنتري مملوء بالكذب، مملوء بالأفخاخ، مملوء بالتعريب، مملوء بالقرمطية البعثية، يعني ويعني عنتريات فارغة وشعارات كارثية ومهازل وبلاوي سوداء. فاليوم للأسف انكشف الأمر. ويعني حقيقة أنا منذ تقريبا منذ 2015 يعني وضعت هذا التحليل ووصلت له، قلت بأنه نحن نتجه إلى خروج يعني المزبلة من المزبلة. واليوم يعني كما تشاهدون يعني أصبح القهوي يعني وهذا البلد معروف للعالم بالبؤس، بالجهل، بالفقر، يعني عدم تشريف أي شيء. ويعني هكذا رغم هذا نحن نقول له الحقيقة ونوعيه لكي ينتفض ويعني يعرف أصوله وعرقه وتاريخه وما حدث به وله ويحدث له. ويعني نوعيه لعل وعسى بعد 100 200 300 سنة يلحق يعني مثلا الشعوب، يعني حتى الشعوب العربية والحكومات هي عميلة وخائنة ويعني فيها سلبيات، شعوب إسلامية، لكنها لديها منهج لإنسان طبيعي. فنحن نتمنى أن يلحق فقط بجيرانه ويصبح إنسان طبيعي. ويعني ورغم ذلك يعني صعب الشيء هذا، صعب نظرا لما حدث في هذا الإنسان. يعني تقدر تقول هو سبب روحه، ويعني هو سبب روحه بالدرجة الأولى، لأنه إنسان شرير. الله يستر العقايب والله ينجينا من هاد البلهاء والسفهاء بيهم بحكومتهم. السلام عليكم وشكرا.